راه واخا غنقول لكم ما تاخذوش هذا الفلون في رمضان غادي تاخذوه، ولكن لا قلت لكم شي بديل صحي تقدروا ما تاخذوهش. الفلون الصناعي اول حاجه خصني ندوي عليها فيه بزاف ديال السكر. شوف ما لقيتش حتى فلون صناعي بدون سكر. علاش؟ بلا ما نهضروا على هذه الكراميل فيه السكر وفيه السيرو دو غلوكوز والماء. كارثه. هذا شنو فيه الكاراغينال، المختر هو اللي تيجي لي فيه ولا هو اللي تيدير لي هذيك لا تيكستور ديال الفلان. فيه طارترازين اللي هو واحد الملون، طارترازين مازين ما والو، 110 واحد الكولورو اللي ردوا الدراسات انه كيدير فرط الحركيه ولا ليبيراكتيفيتي عند الدراري الصغار. هذا المشكل ديالو ان ناخذ سكر بزاف وناخذ دي زاديتيف ولا مواد حافظه اللي ما بغيتهمش، كنزيد عليه هذا الكراميل اللي هو كارثه، وبالتالي كنولي خارج بزاف ديال السعرات الحراريه خاويه. غنغلط في رمضان. البديل الصحي الناس اللي كيديروا لينا الفلون الصناعي على الاقل نديروه بدون سكر. النقطه الثانيه اللي لقيتها في الاسواق هي هذه اللي ما غنوريش الماركه هنا، غنوريها في بيناتنا. هذه سميتها لاكاراغار. شنو كدير؟ كتختر ليا شي محلول، يعني بحال الدور ديال الكاراغينان. هاد الساشي تقدر ديرها في اطرو ديال شي حاجه، حليب نباتي، حليب عادي. هاد لاكاراغار اول حاجه ما فيهاش سكر مضاف، ما فيهاش مواد حافظه، ولكن ما فيهاش المذاق، وبالتالي المذاق ديال الفلون غيكون ناقص. يعني الا درتي هاد لاكاراغار ضروري خصك تعاونوا بشويه ديال العسل، شويه ديال القرفه، شويه ديال الشوكولات، شي حاجه باش بارطاجي لي المعلومه مع صحابك. اك يا ربي.